لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مشهود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مشهود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا موجود إلا الله اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 لطيفا لم يزل ارضه بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارضه بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ارضه بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارضه بنا والمسلمين بسم الله قدير مقتدر وقاهر لكل غو غدير من العتاة الظالمين يا لطيفا لم يزل ارضه بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارضه بنا والمسلمين وكل باغ مارد وفاجر معاند وكل طاغ حسد من البغاة المفسدين يا لطيفا لم يزل ارضه بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارضه بنا والمسلمين به نستنصر به نقتدر بسيف برش نكر أعداءنا المعاندين يا لطيفا لم يزل ارضه بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارضه بنا والمسلمين والحمد دأبا سرمدا ودائما مؤبدا وليس يحصى عددا لله رب العالمين يا لطيفا لم يزل ارضه بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارضه بنا والمسلمين سبحان من عز وجل بار الأمان والوجل قضى لكل بالأجل من سائر الخلق أجمعين يا لطيفا لم يزل ارضه بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارضه بنا والمسلمين أسألك رفع الوباء والآذى والبلاء والشر كل مبتلى وكيد كل الظالمين يا لطيفا لم يزل ارضه بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارضه بنا والمسلمين سر طه المجتبى على سبع الأولى والآل أرباب العبا وصحبه المجاهدين يا لطيفا لم يزل ارضه بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارضه بنا والمسلمين والتابعين الأسفياء العابدين الأولياء الزاهدين الأذكياء المصلحين المحسنين يا لطيفا لم يزل ارضه بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارضه بنا والمسلمين بماضي وغابر كشيخ عبد القادر من حص بالسرائر بين العباد الصالحين يا لطيفا لم يزل ارضه بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارضه بنا والمسلمين ثم الفقيه جدنا وببنيه ذخر علوينا علينا والكتب سقف مكين يا لطيفا لم يزل ارضه بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارضه بنا والمسلمين وبابنه المنظار النادي بذي الأسرار حامي الحمى والجاري الغاص حتف الظالمين يا لطيفا لم يزل ارضه
بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. العيدروسي فخرنا وشيخنا حددناه غوصنا هو كنزنا وهو ملاذ اللائذين. يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. والشيخ أبو بكر الهمام بن سالم العذب الحسم ببني غوث الأنام العداني حبر آمين. يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. وابن الزين أحمد هنور كل مهدد وجعفر ذي الرشد سلطان كل العارفين. يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. بذي اليقين العطاس بالحسين النبارس وبالخليفة بارس الغاس كون أجمعين. يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. بشجاع عمدتي وسياس عدتي ومنكذ من شدة البار كهف القاصدين. يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. وبالوجه والجمال وبالصفي والكمال ومن لهم به اتصال من أهل حضر أجمعين. يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. شيخنا الحلاحل من حل في جلاجل عمر غياث الآمل البار قطب الكاملين. يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. والعيدروس الذاكري في كل حال شاكري ومستقيم صابري حاوي خصال المهتدين. يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. وابن سميط المشتهر الكتب سيدنا عمر ثم الصفي بهر الدور الكتب الدعاة الناصحين. يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بسر حامد بن عمر وابن الحسن ذاك الأبر ومن إذا يدعى حضر لمن يناديه يعين. يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. وبالولي بجل حب نوره لأهل الله بن أصلح بجاه كل شن وهب لنا حسن اليقين. يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. بمن لهذا العرض حلا الشيخ سيدنا الأجل يسر لنا كل الأمل والطه بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. بسر شيخ الجفر عجل لنا باليسر والفتح ثم النصر آمين رب العالمين. يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. وعترة البر الكرام خص سيدنا الإمام عبد الله العلي المقام أهل المخرج أجمعين. يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. وكل من في قدرنا من كل بر محسن وسائر أسلف لنا نسل الحسن مع الحسين. يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. وبالعمودي الإمام وأولاد الغر الكرام من حوى ذاك المقام من كل قيدوم مكين. يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. ذي حضرة القوم الليوس وبعدها يوم الثالث بها اندفت عنا المغث من حين نأتي قاصدين. يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. شيخ ذي حز الأولى وارتاح فيها واعتلى مرسومه بين الملا في الوقت شيخ العارفين. يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. الشافعي مذهب والعلوي مشرب وهو الذي يدعى ببا سودان بين العالمين. يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. عين العين يذل في تنسكي كوسة المنن أحيا الطريق والسنن فاتح وتاج الطالبين. يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. شيخ الشيوخ الجامع ذي حل كرب الجامع سلك به يا سامعي قلته بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. ربنا بالمصطفى اصلح أمرنا وبحق المرتضى اكشف كربنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا مطلوبنا. وبأسرار البتول ارض بنا وبحق الحسنين كلنا. الله 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 حسبنا ربنا عجل لنا
لنا مطلوبنا وبزين العابدين اغفر لنا وبحق الباقر أتمم نورنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا وبصدق الصادق اجمع شملنا وبحق الكاظم ارفع قدرنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا وبأنوار العريض اهدنا معروف الجمال جمل لنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا وبحق البر عيسى وفسفنا وابني أحمد سهل صعبنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا وبأوصاف عبيد نجنا وبعلوي فكمل سعدنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا وبألطاف الجمال اسمع لنا وبعلوي وعلي ذخرنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا وبمن شرف مرباطا كذا علويا وعلي نصلنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا وبآيات الفقيه الغوث يا غوثنا هيا لنا هيا لنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا وبني علوي وعلي وشهاب الدين بالكل احمنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا وبعبد الله يا أبا علوي وعلى سنوه الغوث اكفنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا وجمال الدين وسخ ابنه الغوث نسقى في كل عنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا وابن مطلوبنا السكران والمخضر والإخوة الباقين عجل نصرنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا وبحق العدروس الكتب الفخر نعم الغوث فادفع شرنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا وبشيخنا علي وابنه وشهاب الدين تمم قصدنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا وبسر الفخر والغوث الذي حل في عينات فاهزم خصمنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا وابن مطلوبنا الحامد والمخضر ثم الحسين أهلك عدانا وبكنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا والفقيه مطلوبنا الحبر والشيخ الذي حل في مكة سهل صعبنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا وجمال الدين جدي وابنه العدروس الحبر فانصر جندنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا وبشيخي وإمامي والدي قدوة الدين ومصباح الدنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا ربنا فانفع بهم يا ربنا واكفنا كل مهم وعنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا ربنا عجل بهم مطلوبنا واكشف الحال الذي حل بنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا سادتي إني بكم جار لكم ما أخاف قد ضيما أونا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا ستم مطلوبنا الناس فمن ذا مثلكم يا عز الناس يا كنز الغنى الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا أنتم الأقطاب والأوتاد يا خير من حاز المثاني والثناء الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا فإلى مطلوبنا من غيركم يا سادتي ألتجين حان خطب أو دنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا ليس لي ملجأ سواكم فادركوا هيا 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 ها هنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا هيا هيا عجلوا لي غارة يدرك العبد بها أقصى المنى الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا ربنا فاكشف بهم مكروهنا واحمنا من كل خطب أمنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا خذها مطلوبنا بالمصطفى الهادي اكفنا كل شر وعدو يا ربنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا وصلاة وسلاما دائما يتغشاه بها كل هنا الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا وعلى آل وأصحاب ومن بعدهم ما
لاح برق أو سنا. الله 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 حسبنا ربنا أجل لنا مطلوبنا. آمين يا الله آمين يا الله. بهم يا ربي آمين يا الله. سددت فرج كربي. آمين يا الله. أنت إلهي حسبي آمين يا على الله. البغاة الكائدين. آمين يا عجل الله. برفع ما نزل آمين يا إنك الله. لطيف لم تزل آمين يا من الله. غيرك عز وجل آمين يا ولطيف الله. بالعالمين. آمين يا رب الله. اكفنا شر العدا آمين يا وخذهم الله. وبددا آمين يا الله. واجعلهم لنا فدا آمين يا الله. وعبرة آمين للناظرين. يا الله. يا رب شتت شملهم آمين يا الله. يا رب فرج جمعهم آمين يا الله. يا رب كلل عدهم آمين يا الله. واجعلهم في الغابرين آمين يا الله. ولا تبلغهم آمين مراد يا الله. ونارهم تصبح رماد آمين يا الله. بكافى يا عين آمين صاد يا في الحال الله. ولو خائبين آمين يا الله. وشر كل آمين ماكرين يا الله. وخائن وغدرين آمين يا الله. وعين آمين وساحرين يا الله. وشر كل المعتدين آمين يا معتد الله. وغاصبين آمين يا الله. ومفتر آمين وكاذبين يا الله. وفجر آمين وعائبين يا الله. وحاسد آمين وشامتين يا الله. يا ربنا يا ربنا آمين يا الله. يا ذا البهاء وذا آمين السناء يا الله. وذا العطاء وذا آمين الغنى يا الله. أنت مجيب آمين السائلين يا الله. يسر لنا أمورنا آمين يا الله. واشرح لنا صدورنا آمين يا الله. واستر لنا عيوبنا آمين يا وأنت الله. بسترك آمين يا واغفر الله. لنا ذنوبنا آمين يا الله. وكل ذنب عندنا آمين يا الله. واغفر بتوبة لنا آمين يا الله. أنت حبيب التائبين آمين يا الله. بجاه سيدنا الرسول آمين يا الله. والحسنين والبتول آمين يا والمرتضى بالفحول آمين يا الله. وجاه جبريل آمين يا الله. ثم الصلاة آمين يا والسلام الله. على النبي خير الأنام آمين يا وآله الله. الغر الكرام آمين يا الله. وصحبه والتابعين. آمين يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون سيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كذبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء وعافنا يا إلهي من نوازل البلاء يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء لنا الخير كله واهدنا بهدى يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء ونستعين ونستغني عن من سواه يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء
صاحب الفضل والإحسان نرجو عطاء يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء كل المظالم لها في رضا يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء إياك نعبد ونشهد مشهدنا نرى يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء ونشهد أنك ترانا نور عين استفاء يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء شواهد مشهد مني والي ولا يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء على سنة الهدي راعي راعى يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء للقرآن أو عبي حق نبا يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء إليك تحقق أن هذا حكى يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء وسر قلبه قلبه تلا من يا صفا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء الفضل والعلم والتعظيم يلحق سنا يا أرحم الراحمين الطف بنا في هذا قضاء لمن كان حظ منك وافر هنا يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء بسبك العلم جاد لهقاه من قدا يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء وأدركته العناية حيث جئته يا وجاء أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء وسمولا بمجيب صار سمعه يا داعا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء إليك وخيم حظ ساحت يا فينا أرحم الراحمين الطف بنا في على قضاء الهنا والمنى والبس شهت يا وشاء أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء يا ربي يا ربي هب لي في رجاء من يا رجاء أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء وبالدعاء وقربني مع من دعا يا أرحم الراحمين الطف بنا في وأنت قضاء حسبي وعوني فاشفني يا بشفاء أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء وقال لي والبسني لباس يا أرحم القيام الراحمين الطف بنا في قضاء وذي روحي بذكري واحمني بحماه يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء وحبيب أهلي وحبيب لي محبه لك يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء أستغفر الله غفرانك لمن قد عصى يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء اهدك يقيني واهدبني الثبات يا أولياء أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء والحمد لله واختمها بطاب هدى يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء صلاة ربي وسلم ما نزل مزنما يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء النبي المصطفى المحمود خادم يا انبياء أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء الحياة الذي يحيا به من يا حياة أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء والآل والصب والحكمة بحسب يا اسفياء أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء يا أمان الخائفين نجنا مما يا نخاف أمان الخائفين نجنا مما يا نخاف ولي الصالحين كن موالنا يا وكان أمان الخائفين نجنا مما يا نخاف جالس الذاكرين اهدنا سبل يا العفاف أمان الخائفين نجنا مما يا نخاف مجيب السائل رفنا واغفر يا وعافنا أمان الخائفين نجنا مما نخاف نستعين يا معين شفاها أحسن يا شفاء أمان الخائفين نجنا مما هب لنا نخاف مدحم بن جاء بالنصر يا أمان الخائفين نجنا مما وفي شر نخاف المؤذين كفاهم عنا يا كفاء الخائفين نجنا مما وعودا نخاف بالظالمين حلتهم حتى يا التلا من الخائفين نجنا مما نخاف شر فيهم وبمنهم فيهم يا مضار الخائفين نجنا مما نخاف خاسرين مدبر ذهبوا يا بالانصراف من الخائفين نجنا مما نخاف هالك في شفا جروف يا من الهيام الخائفين نجنا مما نخاف والقضاء الباغ
بارك فيهم يا خير يا غيب نجنا مما نخاف إن هو لا خلاف يا من الخيب نجنا مما وكفى نخاف المتوكل كل شر من مخاف يا من الخيب نجنا مما هو رب نخاف العالمين وإليه الانحطاف يا من الخيب نجنا مما خافنا البشر نخاف الحسن من سواه ما نخاف يا من الخيب نجنا مما وسلام نخاف كل حين وسلام الله يا الخيب نجنا مما تبلغ نخاف الهدي الأمين وآل أصحاب يا العفاف من الغيب نجنا مما نخاف للمسلمين المساكين يا الدعاء من الغيب نجنا مما ورات نخاف الرحمة هم بهم أرحم يا ورا الغيب نجنا مما يا توب نخاف تب علينا وارحمنا وانظر يا إلينا توب علينا وارحمنا وانظر يا إلينا توب علينا سامحنا بما جنينا يا توب علينا سامحنا بما يا توب جنينا علينا اغفر لنا ولوالدينا يا توب علينا يغفر لنا ولوالدينا المغفرة والجمال دنيا يا وآخرة الله بتوبة ومغفرة والجمال دنيا يا الله وآخرة بتوبة وقبول بإحسان يا الله بتوبة قبل درج يا الله الأكفان بتوبة وقبول وإحسان يا الله بتوبة قبل درج يا الله رضا يا الله رضا والعفو عما قد مضى يا الله رضا يا الله رضا والعفو عما قد مضى يا الله رضا يا الله رضا يا الله بتوبة وقبول يا الله رضا يا الله بتوبة أستغفر وقبول الله أستغفر الله أستغفر الله ونتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله ونتوب إلى أستغفر الله الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من يا الخطايا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر يا ويرحم فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبد يغفر يا رب ويرحم سألك بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا يا رب سالك بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو لا الغفران إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو جد الغفران هذا الإنسان عبد سوء خزيا من ذنوبي وحلا خائف إنك غضبان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران ربنا نستعفيك ربنا نستكفيك ولنا ظن فيك يا رجل الإيمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو لا الغفران تخيب رجي تحت بابك لاجي لم يزل بداجي قائلا يا حنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو بعظيم الغفران الأسماء والصفات الحسنى والملائك جما وبجاه القرآن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران نلجأ من أبينا آدم بنوح الأكدام وخليل الرحمن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بالنبي ابن مريم وبهود الأكرم بها دون العام والنبي ابن عمران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران الأصحاب وبجاه الأقطب والولي الأواب شيخنا أبا سوداء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو لمشايخ الإسلام أهل علم واحكم والولي بن بسطم والولي بن جيلان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران يا إله العالم يا إله العالم تربى بشر والفقيه المشهر والعلوي الأبرار من بهم حالي زاد بعينات اليوم ما كانهم في القرار وإن بدأ مني لو يطلب للغفران يا عشر بن صالح بحر نور طافي لا تكن لي فاضي يا صمد يا منان مشهد المشهد يا بن عاشر أحمد وأبي ثم الجد للمعالي لهم شان العالم بالمظلوم الفرج مثل أيوب بفرح يعقوب حين زالت الأحزان ربنا اغفر وارحم واعف عما تعلم فإن جودك قد عم ينسى خلقك والجان ودروس القرآن واجتماع الإخوان لدعاء الرحمن سرهم الإعلان والحبيب المحضر قائما بالأسحار قائلا يا غفار جد لنا بالغفران استجب لي واسمع ولنا الكل أجمع ولمن لك يضرع طالبا للإحسان وصلاة تترى لمن خص بالإسراء وذويه ضرا في جميع الأزمان عالم سري منا لا تأتيك سترى عنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهديك ستر عنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث كنا بل أرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بات الأسباب مستدركا بعد ما يا عليم السر منا لا تأتيك ستر عنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث كنا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رمى عبدك فادرك برحمتك في الحال يا عليم السر منا لا تأتيك الستر عنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا مجيد الخلق طرا وموسع الكل برا أسألك أسبال سترا على القبائح والأخطاء يا عليم السر منا لا تأتيك الستر عنا وعافينا واعف عنا وكلنا حيث كنا
من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأخمار يا عليم السر منا لا تأتيك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاؤك الدائم الحال يا عليم السر منا لا تأتيك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخفك ظني يا مالك الملك يا والي يا عالم السر منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا أشكو إليك وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة الجيل والقال يا عالم السر منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ذميمة من كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة وحشبها فتوى الشغال يا عالم السر منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ويح نفس الغوية عن السبيل السوية أضحت تروج علي وقصدها الجاه والمال يا عالم السر منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا ربي قد غلبتني وبالأماني سبتني وفي الحظوظ كبتني وقايدتني بالأكبال يا عالم السر منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدات كربي فانظر إلى الغم ينجال يا عالم السر منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي يا خالق
واحلل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل وجمال يا عالم السر منا لا تاتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ربي عبدك ببابك لا إله إلا الله يخشى لما عذبك لا إله إلا الله يرتجي لثوابك لا إله إلا الله وغيث رحمتك هطال لا إله إلا الله وقتتك بعذره لا إله إلا الله وبانكسار وفقره لا إله إلا الله فازم بعسرك يسره لا إله إلا الله بماضي جودك والإفضال لا إله إلا الله وامن عليه بتوبة لا إله إلا الله تغسل من كل حوبة لا إله إلا الله واصمه من شر يوبة لا إله إلا الله ولكل ما عنه قد حان لا إله إلا الله فأنت مولى الموالي لا إله إلا الله المنفرد بالكمال لا إله إلا الله وبالعلا والتعالي لا إله إلا الله علوت عن ضرب الأمثال لا إله إلا الله جودك وفضلك وبرك لا إله إلا الله يرجى وبشك وقهرك لا إله إلا الله يخشى وذكرك وشكرك لا إله إلا الله لازم وحمدك والإجلال لا إله إلا الله يا ربي أنت ناصري لا إله إلا الله فلكني كل خيري لا إله إلا الله واجعل جنانك مصيري لا إله إلا الله واختم بالإيمان الأجال لا إله إلا الله وصل في كل حالة لا إله إلا الله على مزيل الضلالة لا إله إلا الله من كلمته الغزلة لا إله إلا الله محمد الهدي لا إله إلا الله والحمد لله شكرا لا إله إلا الله على نعم منه تترى لا إله إلا الله نحمد سرا وجهرا لا إله إلا الله وبالغدايا والأصال لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على ربنا المسلمين يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على نرجو المسلمين سواك فادرك إليه درى قبل الفنا والهلاك يعم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على ربنا يا المسلمين مجيب أنت السميع الكريم ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
فرج على المسلمين تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الجدود وليقيم الهدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين للمنكرات يقيم للصلوات يعمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الحرام يقهر كل طغام يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين غيث عامنا في مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الشاكرين وتوفنا مسلمين وبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول ربي استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربي جزيل وكل فكرك جميل وفيك أملنا طويل فجد على الطامعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الهناك من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق لمن بذنب رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي هذا المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الختام إذا أنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على والصلاة المسلمين والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصبي والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين مشايخ الحضرة حسلنا نظرة بجاه الله يمحو الذنوب الله الحضرة حسلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله بحمد الله ونستمد بالله بجاه الله نفوز بحول الله الحضرة حسلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله بفضله الشامل يصلح لنا العاجل في الحال والآجل والكل فضل الله الحضرة حسلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله جاء النظم من الشريف الضخم عن الجمال الفخم حبيبنا في الله الحضرة حسلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله طالب المحضر المخبت الصبر مظهر الأسرار سليل أهل الله الحضرة حسلنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله العدد القدوة سادة الصفة ذي ما لهم شهوة إلا
لذكر الحضرة الله سلنا نضرب بجاه الله هدنب مثل الله الإمام الفخر عن رفيع القدر كالشمس لا كالبدر يضي لخلق الله الحضرة سلنا نضرب بجاه الله هدنب الله بكر بن سالم وحتفا للظالم الفجر الغاشم يهلك بأمر الله سلنا نضرب بجاه الله هدنب ويبكي الله الغارق إن كان به واسق يلحقه بالسابق هذا بفضل الله سلنا نضرب بجاه الله هدنب لما الله كره العبد فحشد من نجد وقال لعل السعد يأتي بجود الله الحضرة سلنا نضرب بجاه الله هدنب والعبد ذا الله الجاني كثير عصياني كثير طغياني كم خالف أمر الحضرة الله سلنا نضرب بجاه الله هدنب السابق الله القوم نلحق بهم في اليوم ما جرى من لوم يغفر بجاه الحضرة الله سلنا نضرب بجاه الله هدنب لأنه الله حائر وقلبه طائر ولا له ناصر إلا عباد الحضرة الله سلنا نضرب بجاه الله هدنب يا سادتي الله غارة في الحليب الدارة ما في الكبد مارة الله 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 الحضرة سلنا نضرب بجاه الله هدنب ومعي قوم الله الوقت الذي رمى كله مدى نومه يجي بعون الله الحضرة سلنا نضرب بجاه الله هدنب كفى الله ما بيدو لأصوابي في الحج يا أحبابي فإنكم الحضرة بالله سلنا نضرب بجاه الله هدنب الله لنا نصر الله بالسيف والقدرة وكل ما نكره وشوه شيء لله الحضرة سلنا نضرب بجاه الله هدنب حيا بكم هيا الله للدين والدنيا حيا بكم حيا بنصر الله الحضرة سلنا نضرب بجاه الله هدنب يقدمه الله جبرائيل أيضا وميكائيل فإنه قد كل في الوقت جار الله الحضرة سلنا نضرب بجاه الله هدنب والمصطفى الله الطاهر والمرتضى الناصر وابنه والباكر والكل حزب الله الحضرة سلنا نضرب بجاه الله هدنب الله حسبهم صفد الرب في الفضل والقرب والكل شيء لله الحضرة سلنا نضرب بجاه الله هدنب وصلي وسلم الله دوب على النبي المحبوب يحصل المطلوب أجمع بفضل الله الحضرة سلنا نضرب بجاه الله هدنب الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا أهل الخاتمة العقول السالمة وأهل القلوب العالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وموتهم معازمة وبصدق نية جازمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا إليها المنتهى قد قال أرباب النهى يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الله الخاتمة بها يا الله بها دواء عجيبة تامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربنا يا ربنا قلت بنا واغفر لنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة واختم بخير عندنا إبانا يوم الضامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن فالموت الخاتمة آت عن قريب كل له منه نصيب يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن من الخاتمة كان دان أو نصيب فهو مصيبة عامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن ثم الخاتمة إذا مت أتوك وغسلك وكفنك يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وشيعك وألحدك وصرت جيف خاما يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربي كل يا معين إذا رشح عذب الجبين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة واختم إلهي باليقين من قبل لوم لائما يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دنياك ما هي للمكر وإنما هي يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن أفكر الخاتمة وأمعن في النظر ولا تكن كالسائمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا
رب ما معنى عمل وكسبنا كله زلل. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لنا فيك أمل تحيي العظام الرامة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لنا حين الانتقال والعمر ولا في ضلال. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لكن أرجو ذا الجلال بجاه والد فاطمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. بجاه والد فاطمة أمنا بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. بجاه والد فاطمة أمنا بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. بجاه والد فاطمة أمنا بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر عباد الله الصالحين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويدخلنا في شفاعتهم وينفعنا ببركاتهم ويرزقنا محبتهم وتخلق بأخلاقهم ويحشرنا في زمراتهم في عافية. الفاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجرين الله حمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد وسيدنا علي بن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خريق قسم وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا علوي أبي البكي وإخواني وسيدنا علوي عم البكي وابن حمان وعبد الملك وعبد الرحمن وسادتنا علي وعلوي بن البكي وعلي وعبد الله بن علوي بالبكي وسيدنا محمد مولى الدويلة والشيخ عبد الرحمن السقاف وأولاده الشيخ أبو بكر السكران والشيخ عمر المخضر وإخوانهما والشيخ عبد الله علي دروس وأولاد أبو بكر الذين علي دروس وإخوانه قطب الرباني سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ بلسان الشاذلي إمام محمد بن إدريس الشافعي والشيخ علي بن أبي بكر وابن عبد الرحمن بن علي وابن أحمد وشهاب الدين والشيخين محمد جمال الليل ومحمد مولى عيد وسيدنا أبو بكر بن عبد الله بشيمله وسيدنا محمد بن عبد الله والشيخ أبو بكر بن سالم وأخيه أقيل بن سالم شيخ يوسف بن عبد الحسني وسيدنا عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باروس والحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زين الهبشي والحبيب أحمد بن محمد الهبشي مولى الشيب والحبيب عمر البر والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالبكي والحبيب حامد بن عمر حامد وسيدنا الحبيب عبد الله بن حسين بن ظاهر وأخي ظاهر بن حسين بن ظاهر إمام وحد الأقاب الحبيب عمر بن سقا بن محمد الصافي السقا وسيدنا محمد بن محمد المهدر وسيدنا أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس وسيدنا علي بن محمد بن حسين الهبشي والحبيب علوي بن علي الهبشي والحبيب محمد أنيس بن علي بن علوي بن علي الهبشي والحبيب عبد الله بن شاه الإدرس والحبيب أحمد بن إدرس الإدرس والحبيب عبد الرحمن والحبيب عبد الرحمن المشهور وابن علي وابنه عبد الله بن علي المشهور والحبيب أبو بكر المشهور الأدني والحبيب سالم بن حفيظ والحبيب محمد بن سالم بن حفيظ والحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ والحبيب عبد الله بن عمر الشاتري والحبيب مهدي الشاتري والحبيب أبو بكر الشاتري والحبيب حسن الشاتري والحبيب سالم بن عبد الله الشاتري والحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين وابنه محمد بن علوي بن شهاب الدين والحبيب عبد الله بن محمد بن علوي بن شهاب الدين قطب الغوث الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف بقرسي والحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب علوي بن سقاف السقاف والحبيب هادي بن صادق بن شيخ أبو بكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن حسين السقاف والحبيب صالح بن حسين الحامد تنقل والحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه مالك والحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه مالك ثم إلى حضرة الحبيب عبد القادر بن حمد السقاف جدال والحبيب أحمد مشهور بن ضاها الحداد والحبيب علي بن عبد الرحمن الهبشي كويتان والحبيب علي بن حسين العطوس بنغور والحبيب سالم بن أحمد بن جنان والحبيب إدرس بن سالم الجفري والحبيب محمد بن إدرس الهبشي والحبيب محمد بن حسين الإدرس والحبيب شيخ بن أحمد بافاكي وضبطي والحبيب عبد الله بن علي الحداد سانغ والحبيب علوي وحسين بن محمد بن ظاهر الحداد والحبيب حسن بن محمد بن هدى السقاف والحبيب حسن بهارون والحبيب شيخ بن إدرس الحسني والحبيب شيخ بن عبد الرحمن السقاف والحبيب هود بن إدرس الحسني
وسيد محمد بن علوي بن عباس المالكي وسيد علوي بن عباس المالكي وسيد أحمد زين دهلا وسيد أبو بكر ساطو وأصولهم وفروعهم وثم إلى حضرة الجد به مهاجر به علي رستم به عبد الله به مزينة كي حمد بشيري عبد الله كي خليل عبد الله كي مشهد عبد الله وسبالي عبد الله بن مسكوف عبد الله وأصولهم وفروعهم ثم أسس إلى روحي كي بدر القمر كي عبد الجليل وأصولهم وفروعهم ثم أسس إلى روحي كي زين العابدين كي أنس كي برهان كي ميعاد وأصول كي منير علي وأصولهم وفروعهم ثم أسس إلى روحي كي نواوي بن عبد الجليل كي نواوي بن نور حسن سدوغري كي حسن سدوغري كي خليل سدوغري كي نواوي بن عبد الجليل كي عبد العليم بن عبد الجليل وجميل مشايخ سدوغري ثم أسس إلى روحي كي نور سالم بودوغادون كي هاشم رفيعي كي جاسم بن نور سالم وجميل مشايخ بودوغادون ثم أسس إلى روحي كي محمد سبادر كي محمد جفري كي محمد علي مرتضى وجميل مشايخ بسو ثم أسس إلى روحي كي محمد غوث الله كي سالم كي طيب بن قدي وجميل مشايخ بندونgan وأصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا علي أبي علوي وجميع أولياء دسة في بلدتنا لوسي وجميع المشايخ والحبائب وسروان وشيخ سعد العمودي وشيخ سلمان فاضل بفضل وشيخ علي بن محمد الخطيب وشيخ سعد بن علي مدهد وشيخ عبد الله بن أحمد بسودا ومشايخ الحضرة الجميع ووالدينا وأولادنا وأهلنا ومشايخنا ومعلمنا وكاتب الحضرة ووالده وجميع المسلمين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة. الفاتحة. الفاتحة لأصحاب القهوة والبخور والكرامة ومن جاء منه خيرا وصلنا بخير ومن كان سببا لهذا الجمع العظيم والقراء والمستمعين أن الله يجمل أحوالهم ويكون في عونه ويتقبل منهم ويغفر لوالديهم ووالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات ويجمع قلوبنا على تقوى ويحفظنا وإياه من كل أذى وبلوى مع العافية الدائمة التامة. الفاتحة. الفاتحة ببركة الحضرة الشريفة وهؤلاء سادة الأنجاب أن الله يسله الإمام والأمة والراعي والرعية ويفرج على المسلمين ويرحمهم برحمة هنيئة مريئة نافية ويطرح فيها الخير والبركة ويعجل بها ويسله السادة العلوية ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات ويدفينا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ويطيل أعمارنا في طاعته ومحبته ورضاه ويمن علينا بكمال محبته ومحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة أهل بيته واتباع شريعته والاقتداء به وبسلفنا الصالحين أن الله يعطي كل سائل منا ومنكم سؤله ومأموله على ما يرضي الله ورسوله ويهب لنا كل خير ويعاملنا معاملة أهل الخير ويعم ببركة هذه الحضر على المسلمين أجمعين ويتقبله منا على ما فينا ويقبلنا على ما فينا ويمن على الجميع بكمال حسن السابقة وحسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه قال المؤلف حفظه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين إلى أن قال وفي الحديث كان من دعاء داود عليه السلام اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومالي ومن الماء البارد. ومن ثمرات حب الله تعالى للعبد ما قاله سيدنا الإمام عبد الله بن علي الحداد رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين من أحبه الله وأراد به خيرا يسره لفعل الخير شاء أم أبى ومن أبغضه الله وأراد به شرا يسره لفعل الشر شاء أم أبى. انتهى. حكايتان. قال أبو الفرج الهمداني
dakhaltu jami' al-Basrah fara'aitu fatan yaktubu syai'a faqultu lahu ayu syai'in taktub faqal asami al-muhibbin fi hadhihi al-madinah faqultu lahu billahi ya fata hal katabta ismi fil muhibbin faqala la fawaqa alayya min al-buka ma lam utikhu faqala ya syekh ma laka tabki faqultu lahu sa'altuka billah illa ma katabta ismi fil muhibbin aw fi man yuhibbul muhibbin qala falamma janna al-lailu idhan bihatifin yahtifu bi ya abal faraj qad ghafartu laka biqaulik uktub ismi fi man yuhibbul muhibbin wa hukiya annahu dakhala baita Rabi'ah al-Adawiyah radhiyallahu anha wa ardaha wa nafa'ana biha fid din wad dunya wal akhirah sarigun wa akhadha al-mata' falamma arada an yakhruja lam yaji' 'ala al-bab fawada'a al-mata' faja'a 'ala al-bab wa hakadha kullama akhadha al-mata' lam yajid al-baba wa idha tarahahu wajada al-baba hatta kharaja min al-baiti khaiba falamma kharaja sami'a munadiyan yunadi in kanat rabi'atun naimatan famahbubuha la ta'khudhu sinatun wala naum ila akhir ma qala radhiyallahu anhu wa ardhah. Dikatakan dalam sebuah hadis di antara doa dari Nabi Daud alaihis salam, Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah aku memohon kepadamu hubbaka, cinta kepadamu, dan mencintai orang yang cinta kepadamu. Memohon cinta kepada Allah dan memohon mencintai orang yang mencintai kepada Allah. Wal amal alladhi yuballighuni ila hubbik, dan memohon amalan atau perbuatan yang dapat menyampaikanku untuk sampai kepada cintamu. Allahumma ja'al hubbaka habba ilayya min nafsi wa ahli wa mali wa minal ma'il barid. Ya Allah, aku memohon kepadamu, jadikan cintaku kepadamu lebih aku cintai daripada aku mencintai anakku, diriku sendiri, anakku, istriku, keluargaku dan hartaku. Bahkan jangan jadikan cintaku kepadamu engkau kalahkan dengan cinta kepada air yang dingin saat ini ke musim panas. Ini adalah sebuah doa harapan daripada Nabi Daud alaihi salam. Artinya kita belajar mencintai Allah dan mencari orang yang dapat menuntun kita dengan cinta kepada mereka. Kita disampaikan pula dapat mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting nih usaha nyari orang yang sebisa menyampaikan untuk cinta dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Dan tanda-tanda cinta kepada Allah, tentunya cinta akan menghasilkan buah. Wa min thamarati hubbillahi tabaraka wa ta'ala lil 'abdi, jika seorang hamba tersebut mempunyai cinta kepada Allah, maka akan ada buah dari kecintaan tersebut. Maqalahu al-Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, man ahabbahullahu wa arada bihi khaira yassarahu li fi'lil khair sya'a am aba. Apa kata beliau? Jika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba dan Allah ta'ala mengharapkan kebaikan darinya, maka Allah akan menggampangkan baginya untuk melakukan sesuatu yang baik, mau tidak mau, sadar ataupun tidak sadar. Waman abghadahullah, dan barang siapa yang Allah membenci kepadanya, maka Allah pula akan menggampangkan, akan memudahkan baginya fi'li syarr. Allah akan menggampangkan baginya untuk mengerjakan keburukan, kejelekan, perbuatan yang tidak terpuji, sya'a am aba. Nah, kaula panjenengan berharap dengan hadirnya kita di majelis-majelis yang baik bersama orang-orang yang baik akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang baik. Apolong bi orang si cinta ada ke Gusti Allah, insyaallah akan membuahkan kecintaan ada ke Gusti Allah. Sebaliknya, apolong ben orang berkumpul, berteman, bergaul dengan orang yang dibenci oleh Allah, maka teman tadi itu pasti akan mengajak kita untuk mengerjakan keburukan pasti.
Mangka namun lah orang neka takdir jadi orang bagus, petoma bi orang bagus. Mon orang neka pun takdir jadi orang cuba, petoma bi orang secuba. Sya'a am aba, mau tidak mau, sadar ataupun tidak sadar, maka dia pasti akan dipertemukan dengan orang yang baik. Berarti dia diharapkan menjadi orang yang baik. Jika dia dipertemukan dengan orang yang jelek, kelakon nasi coba, kemudian dia mengikuti teman tadi itu, maka itu pertanda bahwa orang tersebut adalah orang yang dikehendaki menjadi orang yang jelek, menjadi orang yang buruk. Taib, diceritakan oleh Al-Imam Abul Faraj Al-Hamdani. Hamdani neka adalah sebuah lembah sebenarnya kota Hadramut atau qabilah bil Yaman. Satu golongan atau gobilah suku di kota Yaman. Seanya mah Hamdan. Beda saya pakai dzal. Hamdan, beda saya Hamdan. Tapi saya dinisbatkan kepada gobilah bil Yaman adalah bil bidal, tanpa dha, tanpa titik, Hamdan. Taib. Dikatakan dakhaltu Jami' al-Basrah. Satu saat kata beliau dari Yaman berangkat ke Basrah dari Irak. Dia masuk dalam satu perkumpulan orang-orang Basrah yang hebat-hebat saat itu. Faraitu fatan yaktubu syai'an. Aku melihat ada satu pemuda, dia lagi mencatat sesuatu. Faqultu lahu, maka aku mengatakan kepada si pemuda tadi itu, ayu syai'in taktub, wahai pemuda, engkau mencatat apa? Faqala asamil muhibbina fi hadhil Madinah. Aku mencatat orang-orang yang aku cintai yang ada di kota Basrah. Syekh fulan bin fulan, kiai fulan bin fulan, ulama fulan bin fulan, wali fulan bin fulan, habib fulan bin fulan, ustadz fulan bin fulan, catat. Fakultu, aku bertanya, billahi ya fata, demi Allah wahai pemuda, hal katabta ismi fil muhibbin, apakah kamu catat namaku di catatan yang kau cintai tersebut bersama orang-orang yang dicintai? Faqala lah, aku tak mengenalmu, aku tak mencatat namamu. Karena si Syekh Abul Faraj jauh-jauh dari kota Yaman menuju kota Basrah untuk masuk kota Basrah karena kecintaannya kepada orang-orang yang hebat, maka dia menangis. Fawaqa alayya minal buka malam utiku, sampai saking saran nangis sampai tak mampu untuk mengeluarkan air mata. Faqala ya Syekh, kemudian si pemuda tadi itu bertanya, ya Syekh, wahai Syekh, malaka tabki, apa yang membuat kamu menangis? Faqultu lu sa'altuka billah illa ma katabta ismi fil muhibbin au fi man yuhibbul muhibbin. Kalau begitu catat namaku demi Allah, aku tak akan berhenti dari tangisanku sehingga kamu mencatat namaku di diwan, di kertas yang kamu catat, atau kamu catat aku di golongan orang yang kamu cintai. Wah, saking dari tak kuat karena abun lah andi rasa cinta ada orang-orang sesoleh. Pon selang kejadian tersebut, falamma jannal lailu, ketika malam si Abul Faraj, Syekh Abul Faraj Al-Hamdani tersebut tidur. Idzan bihatifin yahtifu bi, ada suara tanpa rupa yang mengatakan kepadaku, ya Abul Faraj, wahai Abul Faraj, yakni Syekh Hamdan kala, qad ghafartu laka biqaulik, aku benar-benar mengampuni kesalahanmu, mengampuni dosamu biqaulika, dengan disebabkan perkataanmu, uktub ismi fi man yuhibbul muhibbin. Ya Allah, catat namaku kepada pemuda tersebut, wahai pemuda, catat namaku fi man di dalam golongan orang yuhibbul muhibbin, yang cinta kepada orang yang cinta. Catat muntai catat neng golong na pecinta, catat neng golong orang secinta dak pecinta. Ki beda loncatan boleh. Bener catat golong na al muhibbin, tapi catat golong na man yuhibbul muhibbin. Catat neng golong orang secinta dak orang secinta. Bener catat neng golong orang secinta dak ke Gusti Allah, tapi dicatat di golongan orang yang mencintai orang yang mencintai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka majelis kita namakan Al-Muhibbin, bukan pengakuan, adalah sebuah harapan. Harapan kita dengan majelis Al-Muhibbin, kita bisa mencintai Allah dan Rasulnya,
mencintai para habaib dzurriyyah Nabi, mencintai para ulama pewaris Nabi, kita namakan al-muhibbin. Bukan pengakuan jauh-jauh. Benih kelas. Mencintai, belajar mencintai orang yang cinta kepada Allah. Kalau kita cinta langsung kepada Allah, sepertinya sulit. Belajar mencintai orang yang mencintai kepada Allah. Ini pun luar biasa. Nah, karena perkataan Syekh Hamdan seperti ini, uktub ismi fiman yuhibbul muhibbin. Kalau begitu catat namaku di golongan orang yang mencintai orang yang mencintai Allah. Catat. Wah, dalam mimpi kelak datang karena ocaan nggak nikah sebagaimana napa dua Nabi Dawud alaihi salam. Terakhir, Sayyidatuna Rabi'ah al-Adawiyah, yang mana beliau seorang perempuan yang dahulunya Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah perempuan yang fajirah, orang perempuan yang dikatakan ada orang yang sangat buruk pekerjaannya, orang yang secuba kelakuan Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Namun di akhir hayat beliau menggali satu kuburan untuk tempat yang akan beliau tempati, dan beliau dihatamkan Al-Quran sebanyak 1000 kali hataman Al-Quran. Taib. Satu saat Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah ini adalah perempuan yang salihah, ta'i'ah, qanitah, yang betul-betul mentok cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak mau mencintai selain Allah. Elamar orang, epenta orang, nolak. Kenapa? Karena aku tidak mau mencintai selain Allah. Otomatis kalau saya bersuami, maka saya harus mencintai suamiku. Tapi kalau aku tidak mempunyai suami, maka akan fokus cintaku kepada Allah. Maka beliau memilih tidak untuk berkeluarga. Epenang epentan ini tak boron, dilamar. Karena takut terganggu konsentrasi kecintaan ada ke Gusti Allah. Satu saat ada maling masuk. Bener kebe contoh, takut sampean lepu dak bungkuna kiai. Biasanya kiai rang-rang notop labeng bola. Dalam ulama ini rang-rang kelopain ambo. Ya. Lah ning dalam Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah dengan leluasa si maling tadi itu masuk tanpa rasa takut, tanpa rasa segan. Kemudian dia mengambil al-mata', mengambil apa yang ada di dalam rumah Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Kalak kapi, emas-emasan, mungkin mau beda emas-emasan atau uang atau berlian atau apa yang berharga, al-mata' diambil. Falamma arada ay yakhruja lam yaj'al al-bab. Aneh. Maling tersebut jika mau keluar dari dalam rumah, dia tidak melihat di mana dia masuk, pintu tak ngerti. Ada apa? Labeng. Ada labeng. Aneh, kok masuk dari di makelin mata ada labeng gitu. Fa wada'al mata fa wajadal bab. Sahabat oleh ni kecokna. Setiap kali begitu sahabat ditaruh itu hasil curiannya, dia melihat pintu. Wahakata seterusnya. Diambil hasil curiannya, tak nampak pintu. Ditaruh hasil curiannya, nampaklah pintu. Akhir heran. Kullama akhadal mata lam yajidil bab. Wa idza tara'ahu wajadal bab. Jika diambil hasil curiannya, maka tak nampak pintu rumah daripada Rabi'atul Adawiyah. Jika ditaruh hasil curiannya, nampak pintunya, pintu rumahnya. Terus bolak-balik senikah. Aneh, kala elang. Sabe beda. Enggak solapan lah benga Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Falamma kharaja sami'a munadiyan yunadi. Karena tak mampu mencuri, maka ditaruhlah dan ditinggalkan itu hasil curiannya dan keluar begitu saja tanpa membawa sepeser pun. Kemudian ada suara yang mengatakan kepada si pencuri tersebut, in kanat Rabi'ah naimatan famahbubuha la ta'khuduhu sinatun wala naum. Hai pencuri, jika Rabi'ah sekarang tertidur pulas sehingga kau leluasa masuk ke dalam rumahnya, dengan leluasa kamu mengambil barang-barangnya, ketahuilah sesungguhnya zat yang dicintai oleh Rabi'ah al-Adawiyah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tertidur, maka Allah yang akan menjaga rumah daripada Rabi'atul Adawiyah. Benih satpam.
benih security, benih pengawal, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Kenapa? Karena tak mungkin seorang yang dicintai akan meninggalkan orang yang dicintai, akan diperlakukan yang tidak baik dengan orang lain. Sampean cinta ke anak pastinya sampean sak jaga. Sampean cinta ada ke istri, pasti sampean akan, si suami akan menjaga. Anda mencintai anak-anak Anda, maka Anda akan menjaga daripada anak-anak Anda. Kenapa? Karena Anda mencintai mereka. Begitulah orang yang mencintai Allah, maka Allah akan menjaga kita. Paling akhir dari majelis nikah kita bisa ambil pelajaran bahwa mencintai orang yang mencintai Allah, atau kita kumpul di satu tempat yang kita cinta karena Allah, bukan karena tendensius, bukan karena dia sering ngasih atau dia memberikan hutangan atau yang lainnya, akan tetapi murni apolongan nikah cinta gelek karena Allah Subhanahu wa taala. Kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan berfirman dan akan memanggil di hadapan manusia saat itu, ainal mutahabbuna bi jalali. Mana mereka-mereka yang dahulu hidup di atas dunia saling mencintai karena keagunganku. Al yauma udhilluhum fi dhilli arsy. Hari ini tidak ada naungan kecuali naunganku, kata Allah. Ada terop, ada gazebo, ada pajung, ada pepohonan pagi ning mahsyar, kecuali al-mutahabbuna fillah, orang yang mencintai, yang saling mencintai karena Allah, dia akan mendapatkan dhilluhu, naungan daripada Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, yauma la dhilla illa dhilli, kata Allah. Hari ini tidak ada naungan, yang mana dikatakan matahari sejengkal, bagaimana kita rasakan panasnya saat itu, maka orang yang mencintai karena Allah akan mendapatkan yaitu balasan berupa naungan daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan hadis ini bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah pertanyaan Allah kelak di hari kiamat, ainal mutahabbuna fillah, dengan keagungan Allah dan maha mengetahuinya Allah dari apa segala yang terjadi, bukan karena Allah tidak tahu kenapa Allah bertanya kepada manusia saat itu, karena Allah Ta'ala akan menampakkan kepada manusia yunadi bifadlihim fi dhalikal mawqif. Allah Ta'ala menampakkan bagaimana pahala, besarnya pahala saling mencintai karena Allah. Kelak di akhirat dipanggil satu persatu, gumu, bangkitlah kalian semua dan aman, kalian akan mendapatkan naungan, kata Allah. Ini Allah tampakkan kepada manusia saat itu karena saking agungnya, genjernya saya mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian dalam keadaan itu adalah wa fihi fadlul mahabbah fi azza wajal, dan keterangan nikah menunjukkan bahwa keutamaan mencintai orang yang cinta kepada Allah. Lalu bagaimana kalau kita cinta langsung kepada Allah? Bagus, hebat, bedes, karena ada segelompok daripada manusia, daripada golongan, daripada saudara-saudara kita mengatakan, ndak usah cinta para wali, ndak usah cinta orang yang soleh, langsung cintai kepada Allah. Taib, baik. Jika sampean mampu, fadhol, monggo, langsung mencintai Allah. Tapi kelas kulit sampean ini kan kelas lur nyalur, ya, nyalur, benih kelas vertikal, secara langsung, ya, eceran gitu, kelas ngecer. Dari macaran cintain orang yang mencintain Gusti Allah, mencintai orang yang cinta kepada Allah. Nih cerita Syekh Hamdan kela, gara-gara ocaan nggak nikah, catat namaku di golongan orang yang mencintai orang yang mencintai Allah. Catat ning golongan orang yang cinta ada Gusti Allah. Mau nesoro catat ning Diwan Al-Muhibbin sulit. Makanya boleh Arya benih ngaku cinta muhibbin nikah. Belajar tadi orang yang cinta. Tuh repot terus tadi orang yang muhibbin nikah. Wah muhibbin ya jangan siapa. Jangan siapa orang cinta. Orang cinta tak ada tedung. Orang cinta ada lesonah. Orang cinta ada semangat. Orang cinta sake berangkat, ojon berangkat cinta. Sengkah tak datang. Ojon tak kenceng muhibbin. Niki ngocak endasmu iki giring kok.
tadi etika deh. Ya, jadi nikah, nah, nikah adalah sebuah al-muhibbin adalah sebuah ungkapan sebagaimana kisah nikah adalah pecinta nikah selalu ingin bersama orang yang dicintai. Maka jangan sekali-kali kita bergabung bersama mereka yang mengajak untuk bermaksiat. Dan tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah apa? Yaitu orang tadi itu digampangkan, dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Berarti Allah mengharapkan menjadi orang yang baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki orang tadi itu menjadi orang yang jelek, yang buruk, maka dia akan dipertemukan dengan orang-orang yang buruk dan akan mengajak melakukan keburukan. Na'udzubillah. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mereka al-muhibbina fillah, orang yang cinta kepada Allah, dipertemukan dengan mereka sehingga mereka dapat menuntun kita sehingga kita menjadi orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, cek sampai elang dalam hati nak rasa cinta dek para salafun as-salihun, dek para ulama, dek para sulaha. Sekecil apapun bibit kecintaan cek sampai padam. Nah, dengan berderasa mahabbah nikah, dengan rasa cinta nikah, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, maka kelak di akhirat insyaallah dengan bermodalkan mahabbah nikah walaupun sekini, walaupun sekecil biji sawit nikah, kita berharap mudah-mudahan bibit mahabbah nikah akan berkembang dan akan membuahkan ketaatan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita jangan tertipu dengan perkataan orang, al-mar'u yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Jangan tertipu dengan ucapan orang yang mengatakan bermodalkan cinta saja dia akan dikumpulkan kelak di sorga sangat jauh. Orang yang cinta pasti akan mengikuti orang yang ia cintai. Orang yang cinta dia pasti akan menuruti, mengikuti, akan patuh atas apa yang diperintah oleh orang yang ia cintai. Bohong besar, kalam fadhi, omong kosong. Mon beda orang ngaku cinta king tak taat ada orang sik kecintain. Kalam fadhi, percuma sampean ngaku. Tapi mon hanya sekedar modal cinta, mereka beriman kepada Allah, dia mencintai Nabi Isa, tapi karena imannya tidak sama, tidak kumpul sama Nabi Isa. Bagaimana mereka mengakui, orang Yahudi mengaku cinta kepada Nabi Zakaria, tapi mereka tidak sama perbuatannya, maka dia tidak kumpul dengan Nabi Zakaria. Ya, tak cukup hanya modal dengan mahabbah, tetapi ini adalah bibit bagi kita, tetapi bukan satu-satunya cara. Hanya bermodalkan nikah lah tak cukup. Kita belajar ya, mengikuti mereka, jejak mereka, langkah mereka, setapak demi setapak, walaupun dengan bertatih-tatih, walaupun dengan susah payah, dengan usaha kita, insya Allah Allah Ta'ala akan pertemukan dengan orang yang dapat menuntun kita sehingga kita disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rabbana i'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawba taghsilu kulla hawba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد